السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكونوا كلكم بخير وصحة وسلامة. بدأنا نعملوا الأكلات السريعة الجميلة اللي متاخدش معانا وقت خالص عشان خاطر الدروس والمدارس. فرخة وكل خضارنا في الحلة زي ما انتوا شايفين، جميع الخضار تحطي فيها. بجد تحفة الأكلة دي يا جماعة، لو جربتيها هتتبسطي منها جدا جدا. أكلة سريعة وجميلة، ولا كركبة في المطبخ ولا أي حاجة. زي ما انت شايفين، حابة انت تكتفي الفرخة كتيف تقطعيها براحتك انت. جميلة جدا وبسيطة وجميلة وأكلات جميلة جدا. أكلات سريعة عشان خاطر الدروس والمدارس، وما شاء الله عليها. خضارنا كله مستوي. أنا حاطة ما شاء الله كمية خضار جميلة جدا. حابة انت تزودي عن الكمية اللي أنا عاملاها، زودي براحتك انت في الشكل وبراحتك انت في الكميات. كل ما تكتري وتشكلي في الخضار كل ما راح تبقى معاكي أطعم وأحلى. باشكر حبايبي وأصحابي عشان بيكتبوا لي تعليقات جميلة ويعملوا لي لايك، باشكرهم جدًا، جدًا. ويالّا نسمّوا بسم الله ونبدأوا الطبخة بتاعتنا على طول. ما أنتم شايفين كده، إحنا معانا فرخة كيلو ونص يطلع، غسلاها حلو ونقعاها بمَيّة وخل ودقيق، وغسلتها حلو ما شاء الله. الخلطة الجميلة ديّة أنا عاملاها كذا مرّة في القناية، وكنت عاينة منيها في الفريزر. ما شاء الله باحب أعمل الخلطات بتاعة الفراخ وأعينها في الفريزر. الخلطات بتاعة الفراخ مع طماطم، مع فلفل أخضر، مع توم، ورق لوري، البهارات بقى الزعتر والكمون والحاجات والبصل الجميل نحطه طبعًا، ونروح حاطاها في الخلاط وانعمها واضربها كده واتبل الفراخ بتاعتي. بتبقى الفراخ جميلة جدًا. وزي ما أنتم شايفين ما شاء الله، أنا سِبت الفرخة بتاعتي في التتبيلة ليلة بحالها عشان تشرب من التتبيلة وتبقى معانا ريحتها جميلة جدًا. حضّرت الخضار بتاعي، معايا هنا بطاطس، ومعايا كوسة، معايا جزر، ومعايا فاصوليا خضرا. البصل والطماطم والحاجات الجميلة أحطها إن شاء الله بإذن الله من أحضّر الحلة. حضّرت الحلة بتاعتي اللي راح أحط فيها خضاري وأطيّب فرختي فيها. زي ما أنتم شايفين كده ما شاء الله. أحط البطاطس، عايزة تكتري بطاطس أكتر من كده كتري، وخضار أكتر من كده براحتك أنت في الكمية اللي بتعمليها. الخضار ده جميل جدا يا جماعة، مغذي وجميل وكل حاجة ما شاء الله طازة وجميلة. حطينا الخضار، أجيب البصل والطماطم وأجيب قرن فلفل مقطعة صغير عشان يديها طعم جميل جدا، وتبقى مشطشطة معانا كده وجميلة. لو حباش انت تحطي حراق ما تحطيش براحتك. مقطعة كل حاجة مكعبات زي ما انت شايفين واحطها. احط البهارات بتاعتي، الكمون والفلفل والزعتر، بيخلي ريحة الفراخ جميل جدا الزعتر، والفلفل الاسود، ورق لوري. واحط معلقة ملح، كتريش من الملح عشان طبعا احنا مملحين الفرخة بتاعتنا، وكنا حاطين الملح في الخلطة. احط لها معلقة صغيرة من الزعتر، وما انساش كمان معلقة صغيرة من بهارات الفراخ، بتخلي طعمها جميل جدا بهارات الفراخ. طبعا احنا ما نحطلهاش مرق ولا اي حاجة. الفراخ راح تنزل المرق بتاعها وتنزل السمونية بتاعتها في الخضار، بتخلي طعم الخضار جميل جدا. ورق من الرولي جميل جدا، ده بيخلي طعمه جميل. حبهان، واحط لها مستكة زي ما انتوا شايفين كده. عايزة تكتري خضار اكتر من كده تحطي كتري براحتك انتي. معلقة صغيرة خالص أو نص معلقة حسب الكمية اللي بتعمليها من بهارات الفراخ. واخلط كل حاجة مع بعضها كده ما شاء الله. أسوي كل حاجة وأجيب الفرخة بتاعتي وأحطها زي ما انتوا شايفين. بعد كده أجيب كوباية مية صغيرة وأحطها. أنا حطيت الصلصة وحطيت معلقة زبدة صغيرة عشان تديها طعم جميل. أغطي عليها الغطا وأسيبها تستوى على نار هادية شوية، ما تعليش البوتاجاز. عايزين الفرخة بتاعتنا تستوي على البخار يا جماعة، وتنزل ميتها والخضار ينزل ميته عشان ما تشربش مية كتير مننا. ما شاء الله زي ما انتم شايفين الفراخ بتاعتنا استوت. حبيت ان انا اطولش الفيديو عليكم واوريكم كده اهو انها تستوى. جميلة جدا بجد يا جماعة.
طعمها جميل وخطير. أنا هاخدها على طول أحطها في صينية وعلى الفرن على طول بتاع البوتاجاز على الشواية، تتحمر معانا الفرخة وتبقى جميلة جدا ومستوية ومحمرة وطعمها جميل. خلاص على كده الفراخ بتاعتنا استوت ما شاء الله عليها بجد. جيت مغرست الشوكة فيها يبقى خلاص استوت معانا الفراخ. أحطها في صينية وأحطها في الفرن على الشواية تحمر معانا. خلصنا الأكل بتاعنا زي ما انتم شايفين الفراخ بتاعتنا جميلة جدا. طلعتها من الحلة حطيتها في صينية حطيتها في البوتاجاز، دهنتها بمعلقة سمنة أو زبدة عشان تدينا طعم حلو ولون جميل جدا. من الأكلات الجميلة اللي أنا بحبها اللي سريعة وما تاخدش معانا حلل كتير ولا مواعين كتير ولا كركبة كتير في المطبخ. كويسة جدا الأكلة دي للناس اللي بتشتغل، تحط كل حاجة في الحلة والفرخة كده تتبلها من بالليل وعلى طول تسويها. جميلة جدا بشوية رز بالشعرية. ويا رب يكون عجبكم الصنف بتاعنا وعجبتكم الفراخ السريعة الجميلة اللي ما تاخدش معانا وقت. واشوفكم في فيديو